يلا بينا بقى نعمل ناجتس الشركات بطريقة سهلة وبسيطة وموفرة جدا، اقتصادية جدا. تعالوا نشوف الطريقة. معايا بقى نص كيلو من صدور الفراخ متقطعة تقطيعة الشاورما بالشكل ده، وبطاطساية كبيرة مسلوقة متقطعة، وبقسماط ناعم هنحتاج على حسب ما ناخد، ومعلقة من التوم البودر، البصل البودر، وفلفل اسود، ومرق الدجاج مكعب واحد بس. نضيف كل المكونات على بعضها، هنقلبهم مع بعض لغاية ما يمتزجوا، نحطهم بقى بعد كده في الكبة ونضربهم لغاية ما يوصلوا معانا للقوام ده. لو لقيتيها بتلزق يبقى محتاجة بقسماط، نحط بقى بالتدريج معلقة معلقة لغاية ما توصلي للقوام ده. شكليها بقى زي ما تحبي، انا عملتها بالشكل ده واحجام بقى كبير وصغير لغاية ما تخلصي الكمية كلها. انا حطيت ما بينهم كيس بلاستيك عشان ما يلزقوش في بعض، وهنحطهم في الفريزر نص ساعة كده بس ونرجع تاني. معايا بقى نص كوباية من الدقيق وعليها معلقتين نشا، دي مية ساقعة متلجة، وكريسبي او ممكن كورن فليكس زي ما تحبي. انا اخدته وطحنته بس طحنة بسيطة عشان ما يبقاش كبير قوي معايا. هاخد بقى قطعة الناجتس احطها في الدقيق مع النشا، بعد كده في المية الساقعة، بعد كده في الكريسبي، وارجعها تاني في المية، وبعد كده ترجع تاني على الكريسبي، يعني الكريسبي ده مرتين. الخطوات تاني، بناخد قطعة الناجتس نحطها في الدقيق مع النشا، بعد كده في المية الساقعة، بعد كده في الكريسبي، بعد كده نرجعها على المية تاني وترجع تاني للكريسبي. لازم ننفض قطعة الناجتس من الدقيق كويس جدا. هنخلص الكمية كلها، ما بين كل الطبقات هنحط كيس بلاستيك ونحطها في الفريزر بقى ساعتين، او ممكن كمان نخزنها بالشكل ده كده. بعد كده تبقى جاهزة معاكي لأي وقت انت حابة تعملي فيه الناجتس. نحط بقى الزيت على النار ويسخن، وبعد كده نحط الناجتس بقى بالشكل ده كده. هنحطه في زيت سخن، وبعد كده نهدي النار، وبعد كده نرفع النار تاني. اول ما هياخد اللون نقلبه الناحية التانية، وبعد كده نهدي النار تاني شوية ونعلي النار عشان ياخد اللون. هي الفكرة بس عشان خاطر يستوي كويس من جوه. وبنخرجه على شبكة عشان يصفي الزيت كويس جدا. بعمل باقي الكمية بنفس الطريقة. عملت كمان تومية وبطاطس وكانت جميلة جدا وبالهنا والشفا. ياريت تجربيها وتقولي رأيك فيها. مستوية جدا من جوه ومن بره كريسبي مقرمشة جدا. ان شاء الله هتعجبك. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.